يا مساء الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده، سهلة وبسيطة ومكوناتها قليلة خالص. مش هتكلفنا قوي يعني. هي حاجات بسيطة. هو باكت من الكريم كراميل، وباكت من الجيلي. ولو اي نوع فاكهة عندنا، مش شرط. انا هعملها بموز وفراولة، فمش شرط اي يعني نوع فاكهة. فعادي ممكن تعمليها بأي نوع فاكهة عندك، وعادي ممكن تعمليها لو مفيش فاكهة، عادي ممكن تعمليها من غير فاكهة خالص. دي حاجة كده جميلة كده، زي ما انتوا شايفين هي طبقات. هنبتدي مع بعض. بسم الله. اول حاجة أنا معايا كام موزاية كده وكام فراولاية، ومعايا باكت جيلي، وباكت كريم كراميل. هنبتدي ايه؟ هنقطع الفاكهة ديت وايه ونظبطها. دلوقتي قطعنا الفاكهة تمام. هنجيب بقى حلة كده صغيرة، نحطها ايه على النار مع بعض. حطينا الحلة على النار. هننزل بقى في الحلة بكوباية ايه مية. واول ما المية دي تسخن هنفتح الباكت الجيلي، وهننزل ايه بيه في الحلة. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما المية غليت نزلنا بالباكت الجيلي. طبعا هنفضل نقلبه بالمضرب السلك كده تمام، او مفيش مضرب سلك هنقلبه بمعلقة عادي. واول ما الجيلي يغلي كده تمام، هنطفي عليه. هنكون بقى ايه محضرين بقى ايه صينية كده صغيرة، او الصينية الحجم اللي انت عايزاه. هنجيب بقى الصينية زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل فيها ايه بالفاكهة بتاعتنا واحدة واحدة كده. بننزل الفاكهة مع بعض. بعد ما نزلنا الفاكهة، هنكون طبعا ايه الجيلي هدي معانا شوية كده بقى دافي. كنا طبعا محضرينه في طبق كده جنبنا او بولة، وهننزل بقى بالجيلي دوت ايه على الفاكهة ديت كده. ايه تمام، نزلنا بكمية الجيلي كلها ايه على الفاكهة. هنسويها كده، وهناخدها بقى نحطها في الايه في التلاجة مثلا ساعة حاجة على حسب ما تجمد. وهنجيب حلة تاني وهننزل فيها بكوبايتين ايه كوبايتين حليب. وهنجيب باكت الكريم كراميل. طبعا الصوص بتاعه هنستغنى عنه، مش هنستخدمه. ممكن نستخدمه في اي حاجة تانية. احنا هننزل بس بايه بباكت الكريم كراميل، هنفضيه كله. بعد ما فضيناه كده هنبتدي برضو نقلبه بالمضرب او بمعلقة عادي برضو. اول ما نلاقي الخليط كده ايه بيبتدي يتقل معانا ويتماسك تمام، هنلاقي كده بيغلي من جناب الحلة. ايدينا فيه على طول علشان خاطر ايه ما يلزقش في قاع الايه الحلة، او يشيط مننا او الكلام ده. هنا بعد ما خلاص كده حسينا، بصوا زي ما انتوا شايفين كده ان هو تقل معانا، هناخده بقى وننزل ايه نطفيه وهننزله من على النار. هنطلع بقى الايه الصينية بتاعتنا. او لو عندك عايزة تحطيه في بولات صغيرة عادي، ممكن تقسمي الفاكهة في بولات صغيرة على التقديم على طول يعني. هننزل بقى ايه نجيب الكريم كراميل كده. تكون طبعا الصينية بتاعتنا الحاجة اللي فيها اتمسكت وجمدت خالص، زي ما انتوا عارفين الجيلي كده بيتماسك ازاي. هننزل بقى بالكريم كراميل وتمام كده. اول ما البخار اللي انتوا شايفينه طلع ده الدنيا كده تهدى، هناخده هندخله ايه على التلاجة برضو ايه يتماسك شوية شوية زي ما الايه الجيلي بالفاكهة تماسك. بص كده بقى بعد ما خرجناه من التلاجة، زي ما انتوا شايفين بصوا بقى متماسك كده. شايفين عامل ازاي؟ بقى ايه نبتدي نجيب صينية التقديم وهنقدمه زي ما انتوا شايفين كده. هو هي حاجة سهلة وبسيطة جدا. هتبقى معاكي اسهل من كده، بس انا عشان بفسر لك ايه الحاجة واحدة واحدة فخدت وقت معانا شوية. لكن هي معاكي انت اما تعمليها في البيت
هتبقى سهلة اوي، وحاجة ايه، حاجة حلوة في البيت وسهلة كمان في نفس الوقت وسريعة يعني، مفيهاش مكونات كتير. هنا زي ما انتوا شايفين، بصوا شكلها كده، طعمها كمان روعة، بسم الله ما شاء الله. وكده الوصفة بتاعتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم وتكون فيديو خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.